السلام عليكم ورحمة الله بناتي وخواتي ومتابعيني. وصفتي لهذا اليوم هي كسادية دجاج. نبدأ بسم الله. بالبداية راح أرفع الجلد وأقطع صدور الدجاج قطع صغيرة، بعدها راح أضيف الزيت وأنزل الدجاج وأتركه على النار إلى أن ينزل كل السوائل وينشف عندي تماما. راح أحمس الدجاج وبعدها راح أضيف البصل. عندي هنا 2 حبة كبيرة من البصل قطعتهم قطع صغيرة وضفتهم للدجاج. البصل ما راح أحمسه بس يذبل عندي. بعدها راح أضيف الفلفل. عندي هنا 2 حبة كبيرة من الفلفل أيضا قطعتهم قطع صغيرة وضفتهم الباقي المكونات. وبهاي الأثناء راح أضيف الملح، ضفت ملعقة كبيرة من الملح وبعدها راح أضيف البهارات. بالنسبة للبهارات أنا هنا مستخدمة الملعقة المتوسطة، ضفت ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة. وآخر مكون راح أضيفه للوصفة هو الكاتشاب. راح أضيف 2 ملعقة كبيرة من الكاتشاب ينطي طعم مميز للوصفة. جهزت عندي الحشو وهنا بديت أحضر باقي المكونات. راح أستخدم جبنة الموزاريلا أو جبنة البرجر. أما بالنسبة للخبز بنات أي خبز متوفر عندكم تقدرون تستخدمونه. راح أستخدم أنا بهذه الوصفة خبز الصاج. في البداية راح أضيف جبنة الموزاريلا وبعدها الحشوة. رجعت مرة ثانية ضفت جبنة الموزاريلا. جهزت عندي الطريقة الأولى وهنا بديت أحضر لكم الطريقة الثانية. في البداية راح أضيف الحشوة وبعدها راح أضيف جبنة البرجر. أساس هاي الوصفة بنات نستخدم جبنة الموزاريلا، بس هنا أنا حبيت أغير بالوصفة واستخدمت جبنة البرجر، لأن عندي بنت أختي حبيبتي ونور عيني ما تحب جبنة الموزاريلا، ولهذا السبب أنا ضفت جبنة البرجر للوصفة. أتمنى تجربها، طعمها جدا طيب ومميز. وهسه راح أوضح لكم بخصوص الخبز. أي خبز بنات متوفر عندكم تقدرون تستخدمونه، سواء خبز الشعير أو خبز الصاج. المعنى بنات ما تتقيدون بنوع خبز معين. أما بالنسبة للملاحظات، الملاحظة الأولى تتركون الكسادية على نار متوسطة حتى تذوب الجبنة وتتماسك مع بعض. أما بالنسبة للملاحظة الثانية بنات، حاولوا تضغطون على الكسادية مثل ما تلاحظون بالفيديو. هاي الخطوة أيضا جدا مهمة. وأرجع أذكركم مرة ثانية بنات، اللي ما تحب جبنة الموزاريلا تقدر تستخدم جبنة البرجر، وأيضا تقدرون تستخدمون جبنة الشيدر. وصلنا لنهاية الوصفة وهنا بديت أقطعها. جهزت عندي كسادية الدجاج، وصفة جدا مميزة وسريعة التحضير. وصلنا لنهاية الوصفة، أشوفكم بوصفة جديدة في أمان الله.